تخيل تصحى من النوم تلاقي نفسك مش في سريرك ولا حتى في العالم بتاعك، وقدامك بطلة أسطورية كنت بتحكمها زمان في لعبة، والنهاردة مستنية أوامرك عشان تبني المملكة بتاعتك. لكن دي مش أي مملكة، دي مملكة الدمار. وهنا كل قرار بتاخده مش بيأثر على اللعبة، لأ، ده بيحدد مصير عالم كامل. فهل هتكون ملك الدمار اللي كل بيخاف منه، ولا حاكم محترم والكل بيديله على فاه؟ قبل ما نبدأ الفيديو عزيزي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. بيبدأ الانمي بتاعنا وبنشوف بطلنا واللي بيكون اسمه تاكوتو بيلعب لعبة وهو في المستشفى، ولكن بدون مقدمات بيغمى عليه وبيلاقي نفسه في مكان غريب في الغابة. وبتيجي واحدة وبتقول له انت عامل ايه دلوقتي؟ بيكون مش مصدق اللي بيشوفه، وبيكون اسم البنت هاتو. تعال افهمك الوضع يا عزيزي. بطلنا كان بيلعب لعبة محاكاة ازاي تدير دولة وكده، وبيكون اسم اللعبة الأمم الكبرى. وكانت أكتر شخصية بيحبها ودراعه اليمين هي آتو اللي واقفة قدامه دلوقتي. لما تلاقيه قلقان ومتوتر فبتطمنه وتقول له ما تخافش، انت نسيت انك حققت أصعب تحدي في اللعبة وهو كابوس الرعب، وكمان تصنيفك في اللعبة الأول بكل فخر. تتكلم بجد؟ أنا عملت كل ده؟ أيوة، لأني فاكرة كل اللي انت أنجزته وعملته وعدد المرات اللي كسبنا وخسرنا فيها. فبيكون مبسوط جدا إنها فاكراه. بيقول لها المهم دلوقتي احنا فين وانا جيت هنا ازاي؟ فبترد عليها انا كمان زيك لقيت نفسي هنا مرة واحدة، ولكن على حسب خبرتي اعتقد ان المكان اللي احنا فيه ده شبه لعبة الامم الكبرى، وكمان انا مبسوطة اني معاك دلوقتي. بما ان احنا في مكان مش معروف فايه رايك نبدأ من جديد ونبني المملكة الخاصة بيك؟ تاكتو بيكون قلقان وخايف لانه مش عارف هو فين، ولكن بيجمع شجاعته بيقول لها مش بس مملكة ليا، لا، وليكي كمان. فبتكون مبسوطة جدا وتقول من اللحظة ديت انا هنفذ اي حاجة تأمرني بيها، وكمان حتى لو هندمر المكان اللي احنا فيه ده. ولكن كل الكلام ده هجص، وبيكونوا محروجين وهما بيتكلموا مع بعض. من دلوقتي هاتو هتبدأ حضرتنا واللي هتكون الأكثر شرا، بالإضافة إنها هتكون متخصصة بشكل كبير في الشؤون الداخلية. ودلوقتي أول حاجة نعملها في حضارة مانجورا إننا نعتزل العالم ونقفل على نفسنا. بيستخدم قدرته عشان ينتج وحدة استكشاف، وهي عبارة عن حشرة رجلها طويلة، وده لأنه ناوي يجمع معلومات عن المنطقة اللي حواليه من غير ما حد يكشف مكانهم، ويأمر الحشرة إنها تروح تستكشف المكان اللي حواليهم. والحشرة بتسمع الكلام من هنا وتنطلق على طول تشوف المنطقة. وبيكون تاكوتو شايف اللي بتشوفه الحشرة، وبكده يكون عارف الأخبار أول بأول. وكمية الطاقة اللي استخدمها عشان ينتج الحشرة بتكون 100، وباقي من طاقته 100. ولكن لو قرر يبني بيت هيكلف 20 من الطاقة. معنى ذلك إن الإنتاج الطارئ بيكلف كتير. نعرف إن ناتو قوتها بتزيد مع الوقت، ولكن قوتها الحالية 3 بس، وده هيسبب خطر لو حد هجم عليهم. ومن خلال الحشرة بيعرف إن المنطقة اللي هو فيها عبارة عن غابة ومفيش أي حيوانات أو وحوش، وبتكون تضاريس المكان مناسبة للاختباء، ولكن ملوش مصدر الأكل أو الشرب. ولكن بعد شوية بيلاقي مجموعة من الإلف وإنها مش بعيدة عنهم، فمعنى ذلك لو لقى حضارة قريبة منهم فده هيسبب لهم مشكلة وحرب. فبتقول له آتو إيه رأيك نهرب؟ فبيقول لها صح، وكمان أصلا المملكة بتاعتنا بتحب السلام وملهاش في الشر. البطل نخ من قبل حتى ما يتضرب قلم. وآتو بتزود على كلامه وتقول وكمان الحرب تصرف همجي. ولكن فجأة بيلاقوا 3 من الإلف وصلوا عندهم. نرجع شوية لورا وبنشوف جماعة الإلف وما بيدخلوا الغابة واللي بيكون اسمها الأراضي القاحلة، وده لأنهم اتطردوا من أرضهم بسبب البشر، ولازم يلاقوا مصدر الأكل لأن الأطفال مش هتعرف تصمد أكتر من كده. وبنعرف إن في كتاب عندهم بيقول إن اللي في الأراضي دي عايش حاجة شريرة. المحارب بيقول لها ما تخليكيش ضعيفة يا إيميل، إحنا لغاية دلوقتي ما قابلناش حاجة تخوف. بيقول جواه حتى لو ده صح مش هقدر أسيب المكان بالسهولة دي وأمشي. ولما يوصل لبطننا بيترعب من شكل اللي شافه، لأن تاكوتو عبارة عن هالة مرعبة، لازم أخد بالي وأنا بتعامل معاهم. أنا إلف من عشيرة مزارام وكبير المحاربين غيا، أتمنى تقبل اعتذاري إننا دخلنا الغابة من غير إذن منك. وتقول له آتو كويس إنك عارف مقامك، ودلوقتي إيه اللي جابك لهنا؟ بيقعد يرغي كتير فبتتجنن على آتو وتقول له اختصر. فبيقول لها إننا تعرضنا لاضطهاد واتطردنا من أرضنا، وده اللي خلانا نهرب الأرض دي. للأسف الأكل اللي معنا خلص في الطريق وقت لما كنا بنحاول نفلت منهم، فتاكوتو بيديهم تفاح وكمثرى علشان ياكلوه. الباقي بياكلوا وبيعجبهم الفاكهة، ولكن غيا بيستأذنوا إن ياخدوا معاه علشان معاهم أطفال ما كلوش من أيام. فبيقولوا في الحالة دي وبيديله أكل كتير يكفي القبيلة كلها. بيوصلوا للقبيلة والكل بياكلوا وبيكونوا فرحانين. وفي آخر اليوم شيخ القبيلة اللي بيكون اسمه ملطار بيقول لغيا الفاكهة اللي أنت جبتها ما شفتش زيها قبل كده، كنت حابب تقولي اللي حصل بالتفصيل. فبيقول له إحنا بندور على أكل قابلنا كائن مرعب. فبيسألوا أنتوا بجد قابلتوا ملك الدمار؟ الكتب القديمة ذكرته إنه هيظهر ويسبب دمار في العالم، وطبعا ما نعرفش صحة القصص دي. أنت اتكلمت معاه؟ أيوة، وكان شكله عبارة عن هالة من الشر. دلوقتي أنا فهمت إن الغابة مش طبيعية وكان لازم أخد بالي من الأول. فبيقول له قدمت له حاجة مقابل الفاكهة؟ فبيرد عليه ولا حاجة.
فبيقول له مفيش شخص زيه يعمل حاجة بشكل مجاني. فبيقول له غيا يمكن صعبنا عليه وكنت بكلمه بشكل عادي. انت عبيط؟ المفروض تكلمه بطريقة تدل على الاحترام زي يا ملك والحاجات دي، ولا انت عايزنا نموت؟ وكمان ده شخص شرير، متوقع ايه؟ فبيقول له غيا ولكن هو ادانا اكل في وقت كانت القبيلة بيموت واحد ورا التاني. المهم اللي انت عملته كويس، ومن دلوقتي انا اللي ههتم بالمفاوضات مع الملك. على الجانب التاني اتو بتلوم تاكوتو انه استخدم الطاقة في انهم يديهم فاكهة. احنا لسه بنأسس المملكة وما نعرفش ايه الخطر اللي حوالينا. فبيعتذر انه مش هيستخدم الطاقة تاني الا باذنها. فبيقول انا محتاجك معايا. فساعتها بتبقى مبسوطة جدا وتقول انا محاربة فاشلة اني اعترضت على قرارك وانا مستنية اي امر منك. فبيقول لها في الحالة دي انا عايز اتكلم مع الالف. انا اقدر اتكلم معاكي بسهولة ولكن قدام الناس التانية صعب قوي. ببساطة انا فاشل في التواصل. وبتحاول تواسيه على قد ما تقدر. وبعد ما تاكتو ساعد قبيلة الالف بالاكل بيبدأ يسأل نفسه هل هم هيمشوا بعد ما ياكلوا ويشبعوا، ولا ممكن يبقوا جزء من دولته اللي لسه بيحلم يبنيها. يومها جه شيخ الالف واللي بيكون اسمه ما علينا، ومعاه رجاله جايين يشكروا الملك على الاكل اللي اداها لهم. تاكتو كان عارف ان الاختلاف الثقافات ممكن يولد مشاكل في المستقبل، فحب يمشي بحذر. في الاول قال لهم مفيش داعي يردوا الجميل، ولكن بعد ما فكر قال لا، لازم تكون العلاقه مبنيه على تبادل مش خد بس، وده عشان يضمن الثقه. هنا اتدخلت الحارسه بتاعته ودراعه اليمين اتو وقالت له يا تاكتو ما تسيبك منهم ونخلص عليهم احسن. لكن تاكوتو رفض واصر على انه يلاقي طريقه عشان يعرفوا يعيشوا مع بعض. بعد شويه كلام رايح جاي ما بينهم عرض عليهم عرض جريء وانهم ينضموا لمملكته الجديده ماينجورا ويبقوا شعبه. القرار كان صعب لان الانضمام لمملكه ماينجورا معناه انهم هيتحولوا رسميا لكائنات شريره. فضلوا مترددين فتره لكن في الاخر وافقوا. الاتفاقات اتعملت وتاكوتو اعلن من النهارده انتوا تحت حمايه ملك الدمار. مجرد ما التحول حصل بدأ الالف يحسوا بغضب رهيب وكراهيه لكل اللي ظلمهم زمان. احساس الشر بدأ يغلي جواهم. مرت ايام وتاكتو بقى معاه خريطه للقاره، وكانت الصدمه ان مملكه ماينجورا محاصره بين قوتين عظمى، المملكه المقدسه كواليا ومملكه الالف. الاتنين المفروض انهم بيحبوا السلام والخير، ولو عرفوا بوجود مملكه ماينجورا الحرب هتقوم فورا. والكارثه الاكبر هنا يا عزيزي ان المنطقه اللي فيها تاكتو ما فيهاش اي موارد طبيعيه، لا معادن لا محاصيل ولا اي حاجه. موقف كارثي لاي دوله، خصوصا دوله شريره محاصره بين قوتين عظيمتين. لكن تاكتو شاف نقطه قوه وان وجود الالف هيعوض غباء وصعوبه التعامل مع الشعب الاصلي واللي هم اشباه البشر. ومن هنا ابتدى يوزع الادوار. مولتو مسؤول عن اداره الدوله واستخدام السحر، غيا هيبقى القائد العسكري، والباقي جمعوا موارد ويبنوا المساكن لكن من غير ما يدمروا الغابه كلها. وخلال ما هما بيتكلموا اكتشف تاكوتو ان العالم ده ما يعرفش حاجه عن اعاده تشجير او تسريع نمو الاشجار بالقدره. هنا جات له فكره عبقريه، لو استخدم قدرته في الانتاج الطارئ ساعتها هيقدر ينتج حاجات ما كانتش موجوده اصلا في العالم ده، من اكل نادر لحتى بارود ومعادن وزيت وسكر لو انت حابب. الحل ومفتاح للمشكله جه بالصدفه. واحد من الالف زرع بذور عنب من اكل كان تاكوتو عامله، والبذور طلعت بسرعه غير طبيعيه. هنا فهم تاكوتو انه يقدر يكسر قوانين اللعبه نفسها ويدخل عناصر جديده للعالم. لكن الفرحه ما كملتش. من بعيد من جهه البحر بيظهر خضر جديد بيهددهم، حركه غريبه بتقترب من القاره المظلمه وكانها موعد بكارثه جايه. ده لان الخبراء في المملكه المقدسه بيقولوا ان في شيء مرعب بيصحى من نومه بعد قرون، ولو كان ده حقيقي يبقى القاره المظلمه كلها على وشك تواجه اسوأ كابوس في تاريخها. فهل تاكوتو وشعبه الالف هيقدروا يصدوا الخطر ده ولا الحكايه هتنتهي قبل ما تبدا؟ الاجابه في الحلقه الجايه. فما تنساش تكون عامل لايك وسبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس. ويلا سلام.